شفت الفيديو بتاع وليد وشكري اللي عاملينه للفراخ بتاعت بايوكي، فقلت اجيبها بقى دليفري واشوف زي ما طلعت في الفيديوهات ولا لا. مبدئيا كده الباكجينج بتاعهم تحفه على شكل فرخه، وهي بتبقى فراخ مشويه بطريقتهم، بتبقى متبله وقاعده مده طويله، وبعد كده بيعملوها لودد، بيحطوا فيها بقى رز ريزوتو، بيحطوا نودلز، بيحطوا فيها كذا حاجه يعني. فانا جبت اخر حاجه هم عاملينها، تبقى ايجن نودلز وبتبقى جليزد كده من فوق. ده بيبقى شكلها. عايز اقول لكم ريحتها خطيره، فيها كميه نودلز كويسه. النودلز طعمها حلو قوي، والدنتي مش طريه مش مهريه، هي بس كانت محتاجه يبقى فيها شويه خضار اكتر من كده شويه، بس طعمها حلو قوي. تعالوا بقى نجرب الفراخ اللي هي المين في الموضوع. هي باين ان هي جليزد وعليها سمسم اهي، وعليها تقريبا الصوص الايجن اللي هم لسه عاملينه. هاخد بقى الورك كده، ده دايبه جدا، طعمها خطير، حلو قوي. شوف الصدر بقى، التتبيله واصله لحد فين. هي مبدئيا نظيفه قوي، تتبيله مختلفه، النودلز كمان حلوه. انا عايز اقول لكم مكان بيعمل فراخ يعمل نودلز بالطعامه دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. طعم الصوص الجليزد اللي على الفراخ والتسويه لا خطيره، طلع عندهم حق فعلا، طعمها حلو جدا. والمره الجايه ان شاء الله اجرب اللي بريزوتو بقى، اللي هي اكتر حاجه عجبتهم ساعتها.